تحديات تأثيره على الطفولة في مؤتمر كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة القائد جروب. هنكون معانا عدة لقاءات وهنقابل احنا شفنا طبعا رسوم وصور للباحثة هنتعرف بيها. اهلا بحضرتك. انا الباحثه سندس احمد، خريجه تربيه طفوله وبكمل تمهيدي ماجستير. مؤسسه وازن على ارض الواقع بقى لها 3 سنين بفضل الله. وازن فكرتها ان احنا بنعمل توازن تربوي للطفل والام سوا، وده نتيجه ان اشتغلت في اكاديميات كتير، واللي موجود دلوقتي المدارس وظل التطور اللي موجود كله لسه في فجوه بتقول ان الطفل بعد ما اتعلم لسه بيرجع البيت التاثير مش هو. لما قعدنا نبحث الموضوع ده اكتشفنا ان الفجوه ممكن تكون ان الام ما عرفتش اللي احنا عملناه. ده رقم واحد. ورقم اتنين، ما فيش استمرار في زرع القيمه وتعديل السلوك ده. فمثلا الغضب، هو عرف ايه الفرق بين الشعور والاحساس، وليه الغضب سيء، وازاي يدير الغضب، ازاي يدير مشاعره وقت الغضب. رجع البيت لقى بابا لما بيتعصب بيضرب هو وماما مش عارفه لسه تعمل كنترول. فهنا احتاجنا ان احنا نعمل سيشنز للامهات والاطفال مع بعض. حتى لو مش سيشنز كامله بيبقى في تقارير دوريه للاطفال للامهات، بحيث ان هم يفهموا ايه اللي بيتم وازاي يطبقوا اللي احنا قلناه ده. ابتدت وازن من ضمن قيمها ان هي مش عايزه تكون على اي مكان مغلق او قولبه. حتى الاماكن اللي بنشتغل فيها بتكون فيها جاردن او اماكن مفتوحه. وهدفها من النقطه دي ان احنا نستغل كل ذكاءات الاطفال، لان هم ذكاءاتهم مختلفه ومتنوعه. فانا عايزه افيد ان كل الاطفال اللي موجودين في المجموعه ما يكونش في حد منهم بيقع او مش مستوعب المحتوى. بنشتغل في 5 اماكن متنوعه: التجمع ومدينه نصر واكتوبر وحدائق اكتوبر والدقي. في اماكن مفتوحه. حتى الزيارات الميدانيه او الرحلات اللي بتتم بتكون لها هدف معين واسقاط معين، زي مهاره التساؤل، التفكير النقدي، مهاره تحمل المسؤوليه، الاداره الماليه، على حسب الماده العلميه اللي بناخدها. أستاذة ممكن حضرتك تقولي لنا الصور اللي انت حضرتك حطاها قدامك دي مدى تأثيرها على الأطفال لما بتتصوري معاهم أو بتديهم مثلا فكرة على التحول الرقمي الجديد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي وهو دلوقتي العولمة الجديدة؟ هو بالمناسبه احنا ابتدينا اصلا فكره ان احنا نشتغل في اماكن مفتوحه من بعد الكورونا. الكورونا وضحت للاطفال ان خلاص احنا لينا عالم مغلق، معانا شاشات موبايل او شاشه او تلفزيون، بقوا مكتفيين بده. مهاراتهم بدات تقل، زرع القيم بقى قليل، الام بقت بتشتكي والاب مش عارف يتواصل. وهو ده اللي خلانا ان احنا نحتاج ان احنا في الوقت ده نتدخل ونعمل حاجه بشكل فعال ومستمر، فيها تواصل مع المجتمع، فيها تعديل سلوك وسط محضن امن. محضن امن يعني تحت عينينا بنعدل سلوك فعال فعلا. الصور دي بقى دي نبذه صغيره، يعني حتى بقيه المجموعات انا خايفه يتضايقوا مني. المجموعات حتى مش كلها جت، يعني دي بعض الصور. كلها لو تلاحظوا ما فيش مكان فيها مغلق او مكان مقفول. حتى الزيارات الميدانيه، المتاحف، الاماكن، كلها مكان بيبقى لهدف معين. الاطفال كل مره بيتعلموا حاجه بتبقى كمرجع ليهم ان انا قادر واستحق، وده بيساعدهم على التوازن النفسي. فمثلا مره ان هو يتكلم قدام صحابه ويحضر كلمه، مره تانية ان احنا نستخدم، يعني احنا طبعا عندنا تولز كتير جدا وادوات، مش اداه واحده، يعني حتى احنا ما بنطبقش النشاط كذا مره بنفس كيفيته. فما فيش حاجه اسمها ان انا احكي القصه بنفس الكيفيه، ليها تمهيد مختلف وليها ختام مختلف وليها تفاعليه مختلفه. طبعا احنا بنشكرك على اللقاء الجميل ده الله يكرمك، الله شكرا. يخليك الله يخليك.